في أكتر من 4 شركات في مصر بتقدم خدمة النت، كل شركة طبعًا أحسن من التانية بمميزات وللأسف في سلبيات كتير، بس أنت على أساس أولوياتك أنت اللي هتقرر هتختار إيه الشركة المناسبة ليك، أنا جربت ال4 شركات على نفس الخط، فأقدر أقول لك بكل مصداقية إزاي هتختار، إيه المميز وإيه المشاكل اللي هتقابلك مع الشركة دي، وبالتالي أنت هتقدر تختار أحسن اختيار ليك. الفيديو دوت مفهوش اي سبونسر، مش هكون منحاز لاي شركه عن شركه تانية بكل امان. انا هقول لك تجربتي بالظبط والموضوع يرجع لي. لو عايز تعرف اسرع طريقه تقدم بيها على الخط من غير نصب ودافع فلوس كتير على الفاضي، تابع الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، اعمل سبسكرايب وباذن الله هتوصلك فيديوهات ان شاء الله. بس كل حاجه كالاتي: اول حاجه سرعه الداونلود والتحميل الملفات الاسرع، وده في حاله السرعه العاديه طبعا بتاعتنا كلنا. السرعة العالية اللي هي 70 أو 100 ما فيهاش مشاكل وهتجيلك كاملة قبل كل الناس حتى لو في ضغط، لأن الأولوية بقت ليك، أنت دافع فلوس، أنت اللي هيجيلك الأول. بس طبعا ده حسب الخط، لازم الخط يكون بيستحمل أصلا ده. فأنت عايز تعرف الخط هيستحمل ولا لأ؟ دلوقتي أنا هوريكم بالظبط فيديو هيوريك تفصيلا أنت عايز تعرف إذا كان الخط بتاعك يقدر يستحمل أكتر من ال 30 ميجا اللي بيجولك ولا ما يستحملش. طيب دي الطريقة دلوقتي اللي احنا هنعرف بيها ازاي نعرف كفاءة الخط بتاعنا وهل يقدر ياخد السرعة اللي احنا محتاجينها ولا لا، وهل فعلا المشكلة عندك في الخط ولا المشكلة عندك في ان الشركة مش عاطيالك السرعة اللي انت المفروض انك متعاقد عليها ودافع فلوس عشانها. هتكتب رقم الصفحة اللي هو 192.168.1.1 وبينهم ما بين كل رقم دوت زي ما انا كاتب بالظبط كده، وده بنسبة كبيرة لكل الراوترات. في راوترات طبعا الاي بي دوت بيبقى مختلف، انت هتعرف ازاي من ظهر الراوتر بتاعك هتقدر تعرف. طبعا بعد ما دخلنا الباسورد هتعمل لوج ان، هتدخل على ادفانسد. بعد ما تدخل على ادفانسد هتلاقي دلوقتي عندك دي كفاءة الخط بتاعك. اول حاجة هتعرف من هنا من الموديليشن تايب اذا كان الخط بتاعك EDSL ولا VDSL، فده رقم واحد. الانكس ده هو اصلا غالبا بيبقى اوتوماتيك وبيختار لوحده، بس هو غالبا مع ال VDSL بيبقى A. تي بي لينك بيبقى سهل جدا وبسيط، فده بالنسبه للتي بي لينك اللي جاي مع الشركه اللي هو تبع شركه وي مثلا او اي شركه تانية، لان في المستقبل غالبا هم هيغيروا الراوترات كلها هتبقى غالبا تي بي لينك بدل ما هي زد تي او هواوي. فهو الخطوات واحده عامه بالنسبه لكل الراوترات. المهم انك تخش على الصفحه اللي فيها الستاتوس بتاع الخط بتاعك واللي فيها الارقام اللي انت شايفها ديت. فاولا الخط بيقول لك دلوقتي ده الاب ستريم وده الداون ستريم، ده الداونلود وده الابلود. الخط بتاعك هيستحمل ابلود لغايه قد ايه وداونلود لغايه قد ايه. الماكس ريت اللي هو اقصى حاجه يتحملها الخط بتاعي اللي هو 27 ميجا كابلود، واقصى حاجه يتحملها 31 ميجا داونلود. طيب ليه انا عندي السرعه 8 ميجا؟ انا اللي طالب عشان البنج عندي يزيد، وده هشرحه بعد كده في فيديو، لان في ناس كتير جدا تعبانه في موضوع البنج ومحتاجه بنج كويس، وغير حاجات كتير وغير سلوك وغير راوترات وما وصلش لحاجه. الطريقه الوحيده اللي توصل بيها للبنج الافضل هو انك تتحكم في السرعه عشان تزود كفاءه الخط بتاعك او الاس ان ار بتاعك يزيد. ما ينفعش يبقى اقل من 25. ال20 ده اللي هو اقل حاجه. طبعا في ناس كتير عندنا الاس ان ار بتاعها 8 و6 كمان، في ارقام غريبه جدا، فما تفرحش قوي لما يكون انت عندك السرعه عاليه. تمام. المهم ان الخط بتاعك يستحمل السرعه العاليه. وطبعا هنا الاخطاء الايرورز الباكيت لوست معنى اصح، والناس طبعا الجيمر عارفين يعني ايه باكيت لوست. بس عامه 46 مش مشكله خالص، في ناس عندها الافات الباكيت لوست، وده بيخلي كمان الراوتر بتاعك يراستر. تيجي تبص تلاقي الراوتر كل نص ساعه ولا ساعه قفل وفتح تاني لوحده. ده عشان الراوتر مش قادر يعرف ايه البيانات اللي داخله واللي خارجه، لان في اخطاء كتير، فبيحاول ان هو يعمل اعاده تشغيل علشان يقدر يشتغل بسلاسه. فدلوقتي اللاين اتونيشن دي بعدك عن السنترال. بعدك عن السنترال بيتقاس بالديسيبل. في الاب ستريم انا عندي كويس جدا. هو عامه الرقم ده كل ما يقل كل ما هيكون افضل، مش العكس. هنا العكس، هنا كل ما يزيد كل ما يكون احسن، هنا كل ما يقل كل ما يكون افضل. معنى كده ان انت بينك وما بين السنترال او السيرفر بتاعك او الكابينه الرئيسيه ما انتاش بعيد، فده كويس. وللعلم عشان تكونوا عارفين ان لو الخط مكتوب ان هو يستحمل 30 مش معنى كأنك هتديله 30 وهيشتغل كويس، بالعكس لازم تديله براح علشان يقدر يديك جودة كويسة وما يحصلش باكيت لوست والراوتر بتاعك يراستر.
فانت بالعكس انت محتاج سرعة اقل من السرعة اللي موجودة عشان كفاءة الخط تعلى عندك، لان الموضوع نسبة وتناسب. فخلينا نقيم كل شركة واحدة واحدة ونقول ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم بكل امان. اولهم طبعا الشركة الام، وي. مش بقول لكم ان اولهم الشركة الام يعني هي توب، لا طبعا انا مش بقول كده، انا بقول لك ان فيها مميزات وفيها عيوب زي كل الشركات اللي احنا هنقولها دلوقتي. فكسرعة تحميل للأسف الموضوع يرجع لكمية المشتركين والضغط على سيرفراتهم. ففي مكانك في الغالب هو اللي هيفرق. انت اللي لازم تعرف حواليك الناس اللي معاهم شركة وموصلين منهم. اعمل تيست بموقع اسمه سبيد، مش الموقع العادي بتاع السبيد تيست اللي كلنا عارفينه. انا هوريك دلوقتي سبيد تيست عامل ازاي، والسرعة الحقيقية على موقع اسمه فاست ازاي. وتعمل تيست بالذات يوم خميس او جمعة، وبالذات برضو بعد الساعة 10 11. عشان تعرف تقيس مظبوط وتتأكد ان انت قست بطريقة بروفيشنال مفيهاش اي غلطة ولا في اي حاجة بتأثر عليك، انت لازم تتأكد ان مفيش اي تحميلات. تاني حاجة، ما ينفعش تقيس باتنين قياس في نفس الوقت، لازم توقف واحد وتشغل التاني، لان ده بيستعمل ملف فعليا. يعني هنا بيقول لك اهوت ان انا بستعمل 6 ميجا و6 من 10 تحميل علشان اقيس لك سرعة الخط بتاعك، وهنا عمل قياس برضو بملف مساحته ميجا و7 من 10. فلازم تتأكد ان انت مفيش حاجة بتتحمل عندك، تفصل كل توصيلاتك او اي حد بيعمل داونلود معاك اتأكد ان انت مش موصل لاي حاجة. طبعا الواي فاي كمان بيأثر بالذات لما بيكون في حواليه حيطان، فلو انت عايز تاخد برضو قياس مظبوط حاول تكون قياسك بسلك الداتا، سلك الانترنت او الايثرنت، مش واي فاي. ده لو انت عايز تاخد القياس الصح. فرقم واحد ده القياس الصح والأضمن، ده fast.com. المواقع كلها موجودة تحت في الديسكريبشن. يستحسن تشده هنا من القفل وتحطه عندك هنا في أي مكان تختاره، وليكن أول حاجة لأن أنت بتستعمله كتير. فكل اللي هتعمله بعد كده إن أنت هتقوم رايح كده وتقوم مختاره، فالموضوع هيبقى سريع جدا معاك بدل ما تكتبه في كل مرة. سبيد تيست نفس الكلام. فبالنسبة طبعا هنا عشان تظهر لك الحاجات دي لازم تتك هنا على حاجة اسمها show more information أو show more info. تمام، بعد كده هتضغط على setting وتختار دول. لما تختار الاتنين دول بعد كده مش محتاج تتك عليها تاني، وهيسيف لك كل حاجة اوتوماتيك بنفسه. وتعمل سيف. فدي أحسن طريقة. دي سرعة الخط المظبوطة بالظبط، مش السرعة بتاعت سبيد تيست اللي هي بتاعت سرعة السيرفر، مش السرعة بتاعتك. فزي ما انتم شايفين هنا بيقول لي ان السرعة بتاعت الخط بتاعي 7.4 من 10، اللي هي كويسة جدا، لان المفروض السرعة جايلي 8 ميجا. سرعة الابلود عندي 1 ميجا جايلي مظبوطة فعلا 1 ميجا. بالمناسبة دي شركة اورنج، انا اللي طلبت منهم ان هم يدوا لي السرعة دي عشان البنج بتاعي يبقوا زي ما انتم شايفين هنا 14 ملي سكند. ده ممتاز جدا. 101 ده يعني ده السيرفر ده على نتفليكس، فاحنا بنتكلم على حاجة في اوروبا مش في مصر. لكن في السبيد تيست زي ما انتوا عارفين بيبقى هنا بيعمل قياس على اورنج في اسكندرية، عشان كده البنج عندي 10. الداونلود عندي اوكي 8. طبعا الافضل ليك ان انت يكون منزل البرنامج من على الستور بتاعك. كل اللي هتعمله بس انك تخش على مايكروسوفت ستور وتعمل سيرش عادي جدا وتكتب سبيد تيست في السيرش. مجرد انك كتبت سبيد تيست من غير فواصل جالي اول واحد. بعد ما تختاره على طول هتعمل انستول هتلاقيه نزل معاك. بعد كده هتخش هنا وبعد كده تعمل pin to start و pin to taskbar هتلاقيه نزل هنا تحت. هيبقى الموضوع برضو سهل جدا كاختصار انك هتفتحه وتقفله. المميز في الموضوع ده ايه بقى؟ ان انت لما تخش هنا على الشرط اللي فوق على اليمين هتلاقي عندك مسجل لك بالظبط بالتاريخ السرعات عندك بتزيد بتقل. عامل لك هنا داتا هيستوري وحافظها لك في اي وقت تقدر تشوفها وتشوف الدنيا كانت معاك ايه عامله ازاي. فدي ميزه كويسه جدا كتنزيله كبرنامج. لكن لو هتنزله كموقع عادي مفيش مشكله برضو. هنكتب سبيد تيست من غير مسافه هتلاقيه ظهر لك اول واحد حتى في جوجل. لو انت حب ما كتبتوش صح مفيش مشكله، هسيب لك برضو اسم الموقع تحت واغلبيكم عارفينه فمش محتاج يعني ان انا اقول لكم عليه. لو تقدر تعمل ده وتخلي حد صاحبك جنبيك مثلا جار ليك صديق تقول له ممكن تعمل تيست قبل ما تتوصل معاهم. ليه؟ لان الموضوع ده هيكشف بالظبط اذا كان فعلا السرعه اللي جايه لهم هي السرعه
الكاملة بتاعة الخط اللي هي المفروض مثلا وليكن 30 ميجا حسب ما كفاءة الخط بتاخد. لو كفاءة الخط عنده تاخد والسرعة عنده قليلة، معنى كده إن هما بيعملوا لك throttling، أو بمعنى أصح علشان كمية الباندويتس بتاعة النت مش مقضية العملاء كلها، فللأسف في الآخر بتتقسم على عدد العملاء اللي موجودين دلوقتي. فلو الدنيا ما هي زحمة النت هيجيلك كويس. لو الدنيا زحمة وفي عدد كبير قوي من الناس قاعدين على النت أو بتعمل تحميل في نفس الوقت، هتلاقي السرعة جايلك بطيئة، لدرجة إن في ناس بتشتكي إن السرعة بتجيلها 1 ميجا بس. فده تاخد بالك منه كويس جدا في كل الشركات، مش في وي بس، عشان نكون صراحة وأمنا في الموضوع ده. أي شركة هتروح تقرر إنك تشترك معاها لازم تفكر في الموضوع ده وتشوف فعلا هل في ثروتلينج في السرعة ولا مفيش، عشان ده بيحصل في كل الشركات. لو المكان متكدس وفيه أعباء أو فيه عدد كبير من الناس هيحصل مشاكل. فرقم واحد، حاول تختار الشركة اللي ما فيهاش عدد كبير من المشتركين في المكان بتاعك. دي الورقة الرابحة بمعنى أصح. عايز تبعد عن المشاكل، ابعد عن الشركة اللي فيها عدد كبير من الناس. طيب نخش على الأبلود. الأبلود مع شركة وي 5 ميجا غالبا، وفي السرعة الأعلى الأبلود بيزيد، بيبقى 10 ميجا في السرعة 70، وبيزيد في السرعة 100 كمان. بس كده حلو قوي، كفايه يعني. اللي هو انت عايز احلى من كده؟ لا قشطه، الابلود بتاعهم شغال ما فيهوش مشكله. وبنسبه كبيره مش ما بيبقاش فيه تكدس، لان مش كل الناس بتستعمل ابلود عامه. فابلود وي دي ميزه ندي لها كده ايه بوينت. تمام. بالنسبه للبنج، هيتاثر برضو بعدد الناس. فلو الشركه فيها ضغط وقت معين هتلاقي عندك المشكله مأثره معاك في البنج، وان انت ما عندكش اوبشن في الشركة دي عشان تقلل البنج، لان خطك عشان يكون احسن لازم تعمل فيه كده حاجة تويك، فمش هينفع هنا خالص. فعشان يكون عندك البنج كويس مع وي لازم تكون انت قريب جدا من الكابينة الاساسية، الكابينة الكبيرة اللي هي بتبقى في الشارع، يبقى انت كده امورك تمام التمام، لان المسافة بينك وما بينهم مش محتاجة سلوك ارضي تحت الارض قديمة بقالها من عشرات السنين. فدي ميزة خطيرة جدا. لكن لو انت بعيد عنهم هتبقى مشكلة كبيرة جدا طبعا، بالذات لو انت بتدور على بينج احسن. فبكل صراحة لو انت محتاج بينج افضل للجيمز، لو انت مش جنبهم، انصحك بشركة تانية، لان الشركة التانية فيها ميزة انك تعرف تعمل تويك كده، تعمل تظبيطة بحيث ان البنج بتاعك يكون فيها افضل، مقابل انك انت للأسف هتضطر ان انت تتنازل عن حاجات تانية. طيب بالنسبة لتغيير الخط، ينفع لفاست ولا لأ؟ يعني في الأماكن الجديدة بالذات، أو اللي فيها أسلاك جديدة أو المدن الجديدة، هتبقى فاست. والموضوع بيفرق إزاي؟ الموضوع بيفرق حسب كفاءة خطك. من الآخر كده الخط بيتعمل أوتوماتيك كده من الدسلام فاست إمتى؟ لما يكون مفيش باكيت لوس، لما يكون كفاءة الخط عالية. امتى برضو؟ لما يكون الدنيا عندك تمام وانت قريب. لو انت قريب الخط هيتحول فاست اوتوماتيك. طب لو السلوك قديمة وتعبانة وطلع عينيها وتحت الأرض بقالها سنين، للأسف صعب جدا إن هو يتغير فاست اوتوماتيك لوحده. وما تحاولش تطلب من الشركة لأن هم مش هيغيروه. يعني كن متأكد إن هم مش هيغيروه لو أنت كلمتهم، لأن الموضوع دوت بيتعمل اوتوماتيك. في شركة واحدة بس هتقدر تكلمها وتطلب منها حاجة، بس هم مش فاهمين، فأنت لازم تقول لهم هتعمل إيه. أنا هقول لك هتعمل إيه، ده اللي أنا عملته معايا والحمد لله الخط بتاعي قلب فاست. وكمان الحمد لله الدنيا عندي زي الفل. أنا البنج عندي 9. بالنسبة لتركيب الخط مع شركة وي، احنا بنتكلم عن شركة وي، هل خطك هيتركب بسرعة معاهم ولا هياخد وقت؟ وهنعمل ايه؟ طيب بالنسبة لتركيب الخط في فيديو تاني معمول علشان اقول لك بالظبط ازاي تهرب من موضوع ان هم يطلبوا منك فلوس كتير وحوار بقى، وساعات بيطلبوا منك كمان انك تشتري خط شريحة، كل ده بدون وجه حق. فانا هعمل فيديو مخصوص لده، اعمل سبسكرايب دلوقتي علشان يجيلك الفيديو الجديد ان شاء الله. فبالنسبة للتركيب الخط في الشركة دي أسرع طبعا أكيد، لأن هم اللي معاهم السلوك. بس هرجع أقول لك الشركات التانية برضو ما بتفرقش، يعني يوم أو اتنين. يعني أنا وصلت في شركة في نفس اليوم يعني هو قشطة أوي. الشركة التانية كانت يعني للأسف أخرت شوية، بس بسبب جهل من الناس اللي شغالين مش أكتر. لكن الدنيا كانت أصلا شغالة ومفيش أي مشكلة، هم اللي ما كانوش عارفين يشغلوها إزاي. فكان حظي ان انا كلمت خدمة عملاء، كام واحد فيهم ما كانش فاهم، بس بعد كده الحمد لله كلمت حد فاهم وظبط لي الدنيا، كانت الدنيا سريعة جدا. عشان كده بقول لكم ابعدوا عن الوكلاء، خليك مع الفرع على طول. الدفع بالكريدت كارد
الطريقة سهلة في الدفع معاهم ولا مش معاهم الدنيا مش مظبطة؟ لا، الوي أحسن شركة ممكن تدفع بالكريدت كارد وأسرعهم. الموضوع سهل جدا 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 من على الويب سايت بتاعهم. سهولة الدفع عندهم ممتازة جدا، فدي حسنة لشركة وي. أشكرك. لأن أنت ممكن تيجي تعمل فيزا كارت مخصوص من أي بنك جنبيك. أنا عملت الفيزا بتاعتي في شركة البنك الأهلي، ما خدتش أيام، ب10 جنيه الفيزا كانت طلعت، بحيث إن أنت ما تبقاش مزنوق مثلا، أو النت فصل عندك في وقت معين أنت محتاجه، أو الدنيا مش مظبطة. لا، أنت عاين الفلوس لأنك عارف إنك محتاج تدفع عليك فواتير، ففي كل شهر كده أوتوماتيك تحط فلوسك جوه كده. أنت مش هتدفع ولا جنيه زيادة الفوري عشان تروح للبقال جنبك فياخد منك 5 جنيه زيادة ولا مش عارف ايه. طبعا مع احترامي ليهم، هم حقهم يشتغلوا، وطبعا الناس دي بتتعب وننفعهم يعني، بس يعني ننفعهم في حاجة تانية بدل ما انت تقدر توفر ال5 جنيه دي انت أحق فيها. فالبرنامج برضو بتاعهم شغال كويس جدا وسهل، والموقع بتاعهم برضو سهل ومفهوم وكله تمام. فدي حاجة برضو كويسة في شركة وي. طيب بالنسبة للتصليحات، والله التصليحات انت ونصيبك يعني. لو انت في سنترال كويس، في ناس عندها ضمير وشغالين زي الفل، هتلاقي الدنيا عندك مترتبة والسلوك كويسة. بس للأسف الأغلبية، يعني أنا والله شفت حاجات تفرح بأمانة يعني، وتوصيل الأسلاك مظبوط جدا وزي الفل. بس للأسف أنا شفت كتير قوي من ضمنهم البوكس بتاعي، السلوك للأسف عريانة، اللي هو حرفيا لو اجت شوية هوا السلوك بتفصل. أنا بنفسي طلعت لحمت السلك، ولفيت كرتون وبتاعهم، حتى ما بيحطوش يتعبوش نفسهم حتى يحطش كرتون عشان يبقى فيه عازل ولا حاجة عشان الأكسدة. وطبعا البتاع متهالكة ومش مقفولة، يعني متعرضة كمان للمية. يعني يا ريت حتى بيقفلوها، مع انها فيها رابر المفروض ان عشان المية والكلام ده والسلوك تعدي منها، لا ممكن تلاقيه معدي السلك من بره. وده للاسف لازم الكلام ده يوصل لناس كتير قوي. يا ريت تشير الكلام ده عشان الشركات تسمعه، ويا ريت ياخدوا الكلام ده بمصداقية ويحاولوا يحسنوا في الخدمة، لأن محتاجين يتابعوا الناس اللي شغالين معاهم دول. لأن لو ما حدش تابعهم للأسف مش بيطلعوا شغل كويس، وبيبقى معتمد اعتماد كلي على إن الحاجة تبوظ، وبعد كده تدفع له فلوس تاني في كل مرة يجيلك إكرامية. بس أنا شفت بعينيا واحد قطع الخط بتاع جاري، طلعت أبص على الخط لقيته مقصوص بالقصافة، السلك متشال خالص. فاللي هو حرام. قلت اكيد ما كانش اخد باله او غلطه، مفيش مشكله، كلمته في وقتها على طول. تعالى ده في الخط متشال خالص، مقصوص من مكانه. وانا مش عارف طبعا، يعني لو انا عارف هو متوصل فين او السلوك رايحه فين وجايه منين هوصله بنفسي. بس طبعا لا، الكلام دوت بيبقى مترقم عندهم ومترتب، وبيعمل تيست وبيكلم السنترال يقول له تمام ولا ايه، وبيشوف الدنيا فيها ايه. فانا طبعا ما عنديش البريفليج دي. لو عندي والله كنت عملته بنفسي. يعني اتمنى ان أنا اشتغل معاهم، والله كنت عملت شغل زي الفل. فسبحان الله يعني، المهم في الاخر ما جاش، وده شيء زعلني جدا وخلاني ما احترموش وما احترمش اي حد يعمل زيه بصراحه. فاللي هو كنت هعمل مشكله، بس كنت هطوله فين بقى؟ اجا واحد تاني بقى ملوش اي ذنب عملت معاه مشكله، وما كانش ليه ذنب. بس انا كنت متعصب ساعتها بسبب اللي عمله زميله، بس هو ملوش ذنب. فانا بعدها اتاسفت له، قلت له انا اسف ان انا عليت صوت عليك، انا اسف ان انا يعني، لان هو كان انسان محترم فعلا، وكانت غلطة زميله. فبس للاسف برضو ان كتير منهم بيعملوا كده. فبالنسبة للتصليحات، آه، وبرضو تكسب لان هي الحاجة بتاعتهم. انا اسف ان انا طولت، بس انا بحكي لكم مشكلة كانت مضايقاني. فمن الاخر شركة وي تكسب، بالذات لو انت لسه هتوصل جديد وانت عارف ان في مشاكل في الاسلاك حواليك، وعارف ان ممكن يحصل مشكلة اصلا، وبعد ما توصل تلاقي كفاءة الخط عندك مش مستقرة او الراوتر بيراستر، وساعتها هتبقى محتاج تغير الفرعات. ففي الحالة دي صعب جدا ان الشركات التانية تغيرها لك، لان هيقول لك لا الخدمة عندك شغالة بس ده بيراستر مثلا كل كام ساعة مرة، او كفاءة الخط مش عالية، او يقول لك ما فيش مكان اصلا في الكابينه. فهي دي المشكله. فهو لو في مكان في الكابينه واماكن كتيره، هيبقى سهل جدا انك توصل مع اي شركه تانية. لو ما فيش اماكن في الكابينه ساعتها مش هيبقى قدامك غير وي. وكمان للاسف ساعات كمان ناس كتير سمعت ان هي دفعت فلوس عشان تمشي الدنيا وتوصل، بدل ما تضطر ان هي تجيب جهاز 4G، ولا تضطر ان هو يدفع فاتوره غاليه جدا. فربنا ما يحوجنا لحد. نقيم خدمه العملاء، والله اقدر اقول لك ان هم ممتازين، بس بشرط. هقول لك انا بقى في تريكايه مهمه قوي 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 لازم نعملها بجد، يا ريت
تعرفوا اصحابكم على الحاجه دي، عشان الحاجه دي هتفيد ناس كتير قوي. ناس كتير قوي تعبانه وطلع عينيها زينا كلنا، بالذات مع شركات النت. شيروا الفيديو ده وقول له على الكلام ده بالظبط. عايز تكلم خدمه عملاء وي، كلمهم من خط ارضي على 110. الناس دي اكتر ناس فاهمه، واكتر ناس مهنيين، واكتر ناس فاهمين، واسرع طريقه ممكن يردوا عليك بيها. لو انت كلمتهم عن طريق الشات، ده اسوأ حاجة ممكن تعملها. انت بتضيع وقت، يعني بجد والله بتظلم نفسك. ما تحاولش، ما تحاولش تستعمل الشات ده خالص. عشان لو قلنا ان في ناس في خدمة العملاء فاهمين وناس اقل وناس اقل، لا، هم احسن ناس فاهمين على 110. في كمان خدمة السوشيال ميديا على صفحات الفيسبوك. الناس دي انا شفتهم عاملين شغل كويس جدا جدا ما شاء الله. كان في صفحة بتاعت انترنت كوميونيتي في ايجيبت. الصفحة دي بتاعت محمد أنيس، أنا بحترمها جدا، وهو فعلا عمل شغل كويس جدا، أنا بحترمه. عدة أرضي كأنها عندك في البيت، ما تستعملهاش خالص، مش محتاج تركب سبليتر لو أنت ما تستعملهاش، لا عادي سيبها اركنها في جنب. بس هو كده كده العدة الأرضي أنت بيجي مع الراوتر بتاعك سبليتر عشان توصل اتنين في بعض. كل اللي هتعمله إنك هتوصل العدة الأرضي ومعاها في نفس الوقت الراوتر، بحيث إنك تكلمهم وأنت على التليفون تقدر تشوف الدنيا عندك فيها إيه. الميزه برضو كمان ان انت في عندك دقايق اصلا مجانيه على الخط. انت كده كده بتدفع الفاتوره كل 3 شهور بتاع 70 80 جنيه. مع الفاتوره ديت انت كده كده ليك دقايق ساعتين تقريبا. طب ما تستعملهم، يبقى انت كده برضو وفرت. فدي حلوه قوي. وكمان المفروض اصلا انت بتتكلم خدمه العملاء من على 110. برضو نصيحه، لو حابب تكلمهم من التليفون وما عندكش عده ارض ومضطر، كلمهم في وقت بالنهار شويه، لان طبعا بيبقى في ضغط شويه اكتر بعد الظهر. بقى بعد الظهر لغايه بالليل، لغايه الساعه 12 واحده، بيبقى في ضغط وتفضل على الويتنج برضو. لا يعني هو الناس اللي بكلمتهم على 110 صراحة جدا، يقول لك لا ده في مشاكل دلوقتي عندنا في السيرفرات، او في ضغط عندنا في السنترال، او مش عارف، او احنا يعني. الصراحة بتريح لما حد يقول لك ان في ضغط، وان المشكلة مش من عندك، او ان احنا مش هنعرف نعمل لك حاجة. انت كده ارتحت. لكن لما يقول لك شوف سلك، شوف راوتر، وتروح تضطر انك تشتري راوتر، وتروح تضطر انك تشتري سلك تاني، وتفضل تشك في نفسك وتشك في كل حاجة حواليك عشان يبقى عندك خدمة كويسة، وفي الآخر تطلع المشكلة من عندهم. طب ليه؟ والله يعني الصراحة كويسة جدا، بتريح. طيب بالنسبة للعداد، في ناس بتقول إن الباقة بتخلص يا جماعة في وي، وإن هي بتسرقكم. بصراحة أنا أحب أقول عن تجربتي. لو الشركة عايزة تسرقك، مش هتحتاج تسرقك في كام جيجا، لا، هي هتعمل لك حاجة قانونية غير إنسانية أو منطقية، تجيبك وتجيب اللي في جيبك كله. وفي الآخر كده أنت مغضوب على أمرك، يعني من الآخر هتعمل إيه؟ ف يعني مفيش احسن من ان هو يقلل لك السرعه لما تكون في الاخر الباقه او الكوته صغيره. دي الوحيده خدت فلوسك. برضو بنطالب الناس يا جماعه لو سمحتم زودوا الكوته شويه. في ناس متضايقه جدا من الموضوع ده، وانا معاكم. بس ارجع اقول لك، انا عارف الشركه عامله كده ليه. الشركه عامله كده عشان الناس ما تشاركش مع بعض بالنت. يعني ما تلاقيش مثلا واحد موصل وصلات لجيرانه كلها. الموضوع ده كان بيحصل قبل كده، الوصلة ب30 جنيه، بس دلوقتي للأسف الكوتا ما بتقضيش، لأن دلوقتي الناس بتستعمل النت زي المية والنور. فأنت بتتكلم في إيه؟ فالمفروض إن الدنيا تتظبط شوية، لأن إحنا خلاص بقينا في 2020. ما ينفعش نفس الباقة اللي كانت موجودة من كذا سنة. أنت عليت السرعات، معنى كده إن الاستخدام زاد، لأن الفيديو اللي كان بيتفتح أو ريزوليوشن قليل زي 144 ولا 320، دلوقتي بيتفتح ب 720 وفول اتش دي كمان. طيب انت يعني دلوقتي الفيديوهات بتتفتح اوتوماتيك بالجودة دي، طب اعمل ايه؟ في ناس ممكن تغير الجودة وتخليها اقل عشان ما يستهلكش كتير، او ناس مش قادرة تغير الكلام ده. فبرضو نصيحة، لو تقدر تغير الجودة بتاعت الفيديو ما تخليهاش اكتر من 720 لو فيديو مهم. لو فيديو مش مهم وعايز تسمعه خليه 320 بس او 480. الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك، الحاجات دي بتاخد من الباقة اكتر مما تتخيل. انت هتبقى متخيل انك يا دوب انت بتعمل سكرول كده، لا، انت بص على العداد بتاعك على الموبايل وهتلاقي حاجات انت مش متخيلها. الصدم بقى 40 جيجا بس فيسبوك، 4 جيجا ونص يوتيوب. طب اوكي، لو قلنا ان انا استعملت في شهر 4.5 جيجا يوتيوب، ده منطقي جدا. ان انا استعمل 40 جيجا فيسبوك، ده كتير قوي يا جماعة. بيقولك كده في الباك جراوند لوحده استعمل 329. يعني البرنامج طول ما هو انت سايبه كده شغال ورا وانت ناسيه هيستعمل، بس هيستعمل 330 ميجا، مش كتير برضه، يعني اقل من نص جيجا. لو محتاج تعرف البرنامج دوت، يبقى محتاج دلوقتي تعمل سبسكرايب علشان تيجي لك الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. السلام عليكم.